فكرة مقلمة حلوة قوي وسهلة. كل اللي محتاجينه علبة زي دي كده، لزقتها في بعض من فوق ومن تحت بلزق شفاف، حددت من طولها 6 سنتي وقصيتها، حطيت على الكرتونة دبل فيس وغلفتها بورق مطبوع، وتبقى الورقة اكبر من الكرتونة من فوق ومن تحت، ونقص كل الزوايا بالشكل ده كده. بعد كده بلزق الزيادة كلها جوه الكرتونة، ومن الناحية التانية كمان عملت نفس الخطوات، وغلفت الجزء التاني من الكرتونة بنفس الطريقة. قصيت كرتونة بنفس طول وعرض الكرتونة المتغلفة، اقصر منها نص سنتي يعني، وقصيتها بالنص بالشكل ده. بعد كده غلفتها بنفس الورق، ولزقت الجزء الطويل على نص الكرتونة والجزء القصير على النص التاني، وزينتها بالفراولاية دي. تحطوا بقى فيها الاقلام بتاعتكم وتقفلوها كده، او نفتحها على المكتب ونحط فيها الاقلام من ناحيتين، يعني مقلمة ومنظم اقلام، شكلها تحفة. لو عندك كرتونه زي دي تعالى اقولك تستغليها ازاي. هنعمل بيها فكره تجنن. في الاول انا سبت 4 سنتي من فوق وشديت خط في الجناب الرفيعه دي، وصلت الخط باول الكرتونه وقصيت الجزء اللي انا حددته ده. الكرتونه طلعت معايا بالشكل ده. وكان عندي كرتونه تانية بنفس المقاس تقريبا، فقررت استغلها، فحددت برضو جزء من فوق وقصيته ولزقت الكرتونتين في بعض. بعد كده نبدأ نغلفها بالورق عشان نداري شكل الكرتون. والورقة طبعا كانت أكبر من الكرتونة من فوق ومن تحت، عشان مقاس الكرتونة كله مش زي بعض، فكان في زيادات كتير قوي كده قصيتها، وبدأت أتني الزيادات كلها لجوه بعد ما قصيت الزوايا مايلة كده زي ما انتوا شايفين. والكرتونة اللي في النص دي ما اتغلفتش، فقصيت ورقة على قدها وتنيتها من النص كده على الناحيتين ولزقتها. الناحية التانية برضو معانا زيادة في الورق، ونتني زيادات لجوه. وعشان نزينه بقى وندلعه كده شوية، قصيت دايرتين من بواقي الكرتونة اللي أنا قصيتها وغلفتهم بالورق ولزقتهم هنا، ولزقت باقي التفاصيل ولونت كمان بالقلم. شوفوا بقى كمية الكتب والكشاكيل اللي ممكن ننظمها دلوقتي، يعني بذمتكم الكراتين دي كانت تترمي ولا نعمل بيها منظم قمر زي ده. عملت قلم من صلصال الفوم. اول حاجه نعمل رول من الصلصال رفيع كده، ونبدا نلفه على انبوبه القلم لحد ما نغطيها. بعد كده نضغط على القلم ونلفه بالشكل ده عشان يبقى متساوي. بعدين قطعت قطعه متساويه من صلصال الفوم وبدات الفهم دواير كده. بعدين نبطط الدايره، سحبت الجزء ده لبره شويه وعملت خط في النص كده بالمبرد. عملتهم كلهم بنفس الشكل ده ولزقتهم جنب بعض. حطيت كرة باللون الاصفر في النص، بعدين ثبت الورده على القلم، وعشان تثبت اكتر لفيت شريط رفيع من الصلصال على الجزء ده، وبس كده خلص. بصوا شكله تحفه ازاي. هنعمل بقى مقلمة حلوة قوي وسهلة من الكرتون. هنحتاج 4 قطع من الكرتون، نسيب بينهم مسافات متساوية ونلزقهم بلزق ورق. ومن الناحية التانية حطيت دبل فيس على كل الأطراف. بعد كده غلفتها بورق كانسون أكبر منها من جميع الجهات ب2 سنتي. نقص الزوايا كلها بالشكل ده كده. بعدين لزقت الورق الزيادة كله لجوه وغلفتها بورق كانسون، وبدأت أعمل تنايات مكان المسافات اللي أنا كنت سايباها. بعد كده محتاجين مربع صغير من الكرتون نقسمه بالنص من عند الزوايا كده، ونغلف بقى المثلثات دي بالورق. بعد كده استخدموا غيره او شمع زي ما تحبوا على حرف المثلث كده، وبنبدا نلزقه بالشكل ده، والمثلث التاني جنبه هنا، ومثلثين كمان الناحيه التانية. بعد كده حطيت عليهم شمع ولزقت قماش جوخ، او ممكن تلزقوا ورق برضو عادي، والناحيه التانية نفس الخطوات وتتقفل بالشكل ده. وزينتها من بره كده بورق مطبوع. ناقص بقى نعمل لها القفل اللي هتتقفل بيه. قصيت الاستك ده بتاع الكمامه، ودي ورده كنت عاملاها بصلصال الفوم، لزقت عليها الاستك وثبتها هنا، والناحيه اللي قصادها لزقت اللولي. بس كده خلصت. بصوا بقى بتشيل اقلام كتير جدا وبتتقفل بمنتهى السهوله، وبجد شكلها خطير. القلم ده شكله حلو قوي. استخدمت باترون النجم ده وقصيته على الكرتون 4 مرات، 2 كاملين كده و2 مفتوحين من النص على قد القلم. نلزقهم في بعض بالشمع او الغيره. الجزء ده اللي هندخل فيه القلم كده على قد القلم بالظبط. تقدروا تغلفوها بورق او فوم، انا استخدمت الفوم. قصيت شريط على قد عرض الكرتون وعملت فتحه في اوله بالشكل ده. نبدا بقى نغلف جوانب النجمه، وقصيت كمان نجمه على الفوم ولزقتها على الكرتون ورسمت عليها شويه تفاصيل، وعملت واحده كمان ولزقتها في الظهر. بس كده ندخل القلم هنا وشوفوا شكلها طلع قمر ازاي. سهله جدا وخامتها بسيطه. بوك مارك حلوه قوي، فكرتها جديده. محتاجين شريط ستان واستك بتاع توكه. دخلت الاستك في شريط الستان ولزقت شريط الستان في بعض، في الاول بالشمع وبعدين كملت بالدبل فيس. بعدين سبت جزء صغير قوي في اخر الشريط وخيطت بالابره كده الشكل ده كان في التوكه وثبته كويس. ومن الناحيه التانية حطيت شمع على الخيط وتنيت الجزء الزياده ده لورا، فبقى شكلها كده ناحيه فيها الاستك وناحيه فيها شكل التوكه ده. بنلفه كده على الكشكول وندخل الاستك في التوكه، شكله يجنن. بوك مارك سهله قوي وشكلها تحفه. هنستخدم لزق شفاف وكمان ورد مجفف. بدات ارص الورد على اللزق بالشكل ده، وقصيت طبقه كمان من اللزق الشفاف ولزقتها عليه. بعدين قصيت الاطراف عشان يبقى شكلها متساوي. كتبت لكم كل المقاسات اللي استخدمتها. بعد كده استخدمت ورق كرافت تقيل، تنيت الورقه بالنص وسبت 2 سنتي في جميع الجوانب وفرغت الجزء اللي في النص. وباي ولاعه عندكم مشروع على الاطراف هيطلع معاكم الشكل التحفه ده. بس طبعا خلوا بالكم جدا وانتوا بتعملوا الخطوه دي. بعد كده حطيت دبل فيس جوه الورقه ولزقت عليها السلوتيب. حطيت غيره على الاطراف ولزقت الورقه في بعض. شوفوا بقى شكلها طلع تحفه ازاي. مفيش احلى ولا ارق من كده.
المنظم ده شكله تحفه. قصيت الزوايا بالشكل ده في اول 8 سم من الكرتونه، فرغت 1 سم كده في نص الكرتونه بالظبط. كرتونه تاني بنفس المقاس نعمل فيها نفس الخطوات، بس المختلف هنا ان انا قصيت ال1 سم من تحت مش من فوق. بعد كده غلفتهم بورق كانسون وندخلهم في بعض بالشكل ده، وقصيت دايره من الكرتون وثبتهم عليها. والشريط ده محتاجين فيه اخف نوع كرتون عندكم، نغلفه بالورق الاول بالشكل ده ونفضل نضغط عليه كله من اوله لاخره، وغلفت بيه الدايره. بعدين قصيت دايرتين على الورق ولزقتهم في بعض، ونقص ربع الدايره كده مثلا ونلمها على بعض كده ونلزقها. ممكن بقى نزين باي حاجه عندنا. وبس كده خلص. حجمه كبير قوي وشكله مميز بجد، ما كنتش لاقيه عدد اقلام عندي تكفيه. تقريبا فضيت كل المنظمات عشان املاه هو. وشوفوا بقى الوانه مبهجه ازاي. بوك مارك شكلها يجنن. تنيت الورقه كده على شكل زائد، بعدين تنيت الزاويتين دول لحد الخط اللي في النص. الخط ده مش مرسوم ولا حاجه، ده الخط اللي موجود بسبب التانية اللي عملناها بالطول. بعد كده نفرد الزاويتين دول تاني، ونفرد الورقه كلها، ونبدا ندخل الزاويتين دول جوه الورقه كده ونقفل الورقه عليهم. بعد كده نتني الجنب بالشكل ده، ونقلب الورقه ونتني الجنب ده كمان. نسيب بقى جزئين صغيرين قد بعض من الاطراف، ونبدا نتني الزاويه دي لجوه كده والزاويه دي كمان. بعدين نفرد كل زاويه منهم وندخلها لجوه بالشكل ده. خطواتها كتيره، بس لو مشيتوا مع الفيديو خطوه خطوه هتطلع معاكم مظبوطه وسهله. هتلاقوا طبقتين في الجوانب كده، نتني طبقه منهم لتحت كده. خلصت. واخر حاجه نعملها بقى نرسم شويه تفاصيل كده بالقلم الفلوماستر. كمان عملت نقط بخله السنان والمانيكير، طلع شكلها تحفه زي ما انتم شايفين كده، ومحدش يكتب لي انها صعبه. الطف واسهل منظم اقلام ممكن تعملوه. هنحتاج ازازه بلاستيك، قصيت منها جزء كده 10 سم ونساوي الحرف بالمقص. بعد كده هنحتاج فوم، استخدمت قلم فلوماستر اسود ورسمت عليه اشكال كده كاني بكتب رقم 7. نقلب الفوم بقى ونحط عليه شمع من الاطراف ونبدا نغلف الازازه. بس قبل ما تعملوا كده لازم تقللوا درجه حراره المسدس عشان الازازه ممكن تسيح، ودايما بحاول احط شمع على الفوم وبعدين الزقه على الازازه مش العكس. واخر حاجه ندخل الزياده دي لجوه كده. هنحتاج فوم اخضر حته صغيره كده نتنيها بالنص ونقصها بالشكل ده كانها ورقه شجر. عملت منها 2 كمان ولزقتهم في بعض بالشكل ده، وبعدين ثبتهم في الازازه. بعد كده قصيت دوائر صغيره من اللون الاسود والبينك، ولزقت العيون بالشمع، وكمان رسمت بالقلم الفلوماستر، واستخدمت الوان اكريليك وعصايه شيش طاووق، وعملت النقط دي ولزقت الخدود هنا. وبس كده خلص. شكله حلو قوي وكيوت.